بركة بسم الله. ومع بركة عليك وعلينا يا رب العالمين. الصلاة معانا أجمعين يا رب. يا بركة بسم الله. اللايف النهاردة بعنوان مين اللي بيدفع الفواتير؟ مدرب خسران من المغرب في أول نتيجة شنيعة لمنتخب مصر للناشئين من فريق عربي 6-0، وجايين يتعاقدوا معاه ويمشوا وائل شتس اللي بقاله سنتين مع الفرقة. يديله ايه؟ 100,000 دولار في الشهر عشان الدولارات كتير. عايز اعرف هنحاسب مين ونسأل مين؟ احنا كنا بنقول ايه؟ ده حازم اللي دبسنا في فيدوريا دوت، وبركات اللي دبسنا في مكان. كل واحد عايز ايه؟ يزود على التاني. التاني هما بقى مالهمش دعوة بقى، هما بقى ايه؟ حاطط ايده في جيب غيره خلاص. واللي دليل اللي راح يجتمع مع مجلس الوزراء. عايز اعرف يعني مين اللي بيحاسب، ومين اللي شايف المدرب دوت. يعني هو اللي 4 سنين تاني يبقى 8 سنين مع الراجل ده. يعني جربتوه خد 6 عشان يقعد لسنة 28 عشان يلعب ماتشين ويتغلب وياخد بعضه ويمشي. يقول لك اللعيبه مش هي. وهو قعد 4 سنين مع الفرقه التانيه دي. اترزعنا 6، وجبت اللوم على لعيبه الاهلي، ومحمد عبد المنعم اصله ما راحش، ومحمد عبد المنعم ما جاش، وامام عاشور مش عارف ايه. بقى الاهلي هو سبب النكسه اللي طول عمره بيخدم في المنتخب. جايين تتعاقدوا معاه. انا عايز اعرف مين اللي ماشي الكرة في البلد دي، ونسأل مين ونحاسب مين. الدولارات اللي بتدفع دي يقعد 4 سنين. انا ما اعرفش دماغكم يعني عبقرية بصراحة. واللي اختاروه ده دلوقتي، حتى لو اختاروه بتوع الاتحاد الكرة دولت ماشيين بعد شهرين. عارف فيه ايه بالظبط؟ انتوا مش حاسين نروح نجدد فيه الثقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مين بيحاسب مين؟ كان في فواتير لسه ما اتسددتش. فيتوريا دوت ليه كام؟ ليه سنتين. حازم اللي هيدفعهم ولا اتحاد الكرة اللي هيدفعهم؟ تاري القصة جاية من الوزارة. بيفتكر اتحاد الكرة ده اللي ماشي على مزاجه وده ماشي على مزاجه. حازم هيدفع من جيبه؟ مش عارف يعني. مش عارف يعني انتوا بتديروا المنظومة دي ازاي. انا مش عارف. حول ولا قوة الا بالله. الواد اللي اسمه احمد فتوح خارج يشم نفسه وراح على النادي. يقول لك هو راح على النادي ليه؟ مش لازم يروح على الناس اللي عامل معاهم الحاسة؟ طب ما بيروح على النادي على شغله الاول. هيشوف شغله دوت هيعمل معاه ايه عشان يقدر يتكلم مع الناس. بس سيبوه في حاله. واحد غلط وماشي سريع ولا مش سريع، الله يرحم اللي توفى. الله يرحمه. بقينا كده هوت جباهزة. يعني سبحانك يا رب. كل واحد شايف نفسه اللي هو عبقري. الحسين دوت الشحات جاله سنة في ضربة قلم. عايزين تعملوا مع ده ايه؟ خليكوا في حالكم. ولا عرفتوا تجيبوا حق الناس اللي ماتت
ولا عرفتوا تعملوا حاجه، بس اتصيدتوا على الفاضي. مش عايز اتكلم اكتر من كده اهوت. تطلعوش في القنوات وتقعدوا تتكموا على احمد فتوح. كنتوا خلصتوا حسين الشحات من ضربة قلم. على ما بتتكسفش. والى اللقاء.